حرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأمازيغ والصحراء. منها انطلقت جيوش الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس، وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. في المغرب لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة، ومن ينابيعها تروي ظمأ القلوب. تقول أحلام مستغاني: لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا فهو عطر الوطن. وكذلك المغرب له عطر يعلق في الذاكرة ويشمم من مسافة 1000 وطن. المغرب في هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم في مواجهة بلجيكا يسعى بكل تأكيد للوصول إلى الدور القادم، ويعلم تماما بأن بوابة العبور تكمن في مواجهة المنتخب البلجيكي، ويدرك أيضا بأن لقاء اليوم يجب أن لا يقل أبدا عما كانت عليه الأمور في المواجهات الماضية أمام المنتخب البلجيكي. مرور بشكل مثالي جدا، وبعد ذلك عرضية داخل منطقة كثير بالنسبة لألدرفايلد كأكثر. وبالمناسبة الكرة بمحاولة ملعوبة، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يخرج أمام باتشواي ويبعد الكرة. لله كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية بعد ذلك، لكن أبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية، والاثنين موجودين في أرضية الملعب، تغطية دفاعية موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء الذي يلعب لنادي الوحدة. كرة بمحاولة، لكن أيضا صافرة موجودة من حكم المباراة سيزر راموس. خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي ولقائده. تركها إلى كيفن دي بروي، محاولة ملعوبة داخل بداية أحداث اللقاء، أمامية ملعوبة، لكن أيضا خروج من منير المحمدي، ولم يكن التفاهم موجود ما بين متفرد في استاد دوسيل. كرة بتسديدة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية الكرة طالت على حكم زياش، وصل المحمدي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من باتشواي. خطر، عسرة يا شباب. كرة بتسديدة في أحضان حارس المرمى منير. عادت من جديد، تسديدة تأتي من مسافة. حلوة الكرة والمحاولة، علت العارضة من زياش وتحول أن تتجاوز كورتوا، لكن كورتوا هو من تجاوز الصيغة. منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة تأتي والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان. إذن هذا هو اللقاء الثاني. الأسماء وصل إلى الدور نصف النهائي. كرة بمحاولة عرضية ملعوبة، لكن الحمدي في التوقيت المناسب. منير يتصدى للمحمية، محاولة في الجهة اليمنى، انطلاقة الآن مغربية. خطيرة جدا لمصلحة المنتخب المغربي هذه الكرة وهذه الانطلاقة من أشرف حكيمي، والتسديدة بالقدم اليمنى، لكن إلى خارج. محاولة تأتي ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. ولاد محاولة لمصلحة المنتخب المغربي، ملعوبة. جول. حكيم أسد الأطلس يزلزل الأرض تحت أقدام بلجيكا ويسجل أول الأهداف، يتقدم بنتيجة المواجهة. أول الأهداف للمنتخب المغربي. قادر ابن المغرب، قادر نرجع للحظة التنفيذ. الحكم اتخذ قراره. يلغى الهدف على حكيم زياش، لكن برافو المنتخب المغربي، برافو لأسود الأطلس في شوط أول مميز جدا، ظهروا من خلاله بصورة رائعة وسجلوا. ألغي الهدف بعد ذلك عن طريق حكيم زياش بسبب وجود التسلل. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. الهدف لوجود التسلل. الكرة لمحاولة وصلت إلى حكيم زياش يسدد، لكن في أحضان حارس المرمى
تيبو كورتوا تصدى للتقدم، مر بشكل مثالي جدا وسدد. الله 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 على منير، قمر ينير سماء الدوحة في مباراة اليوم. عن أشرف حكيمي، كرة بمحاولة رأسية لكن بعيدة عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب. هذا أونانا. طيب المنتخب خطيرة في الجهة اليمنى عرضية. الله 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 الله. المانيا، المغرب، البرتغال، وانضمت إلي السعودية. كرة بمحاولة حلوة الكرة الماضية، جميلة جدا. عاد الأنصيري لا 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 وقائمة لمصلحة المنتخب المغربي. تسديدة من هذا المكان بعيدة وضعيفة من نصير مزراوي، مرت إلى خارج، تصل إلى حكيمي، من حكيمي إلى كرة وبعدت في التوقيت المناسب، وصلت إلى باتشوايي، لعبت مرتدة لكن طالت عادت من جديد إلى تورغنازار، إلى البديل تيليمانس، ميرتنز يسدد. الله 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 يا محمدي، الله يا منير يا محمدي، يتصدى لمحاولة إدريس داخل منطقة الجزاء. المحاولة لا زالت مستمرة. باتشوايي يسدد وسهل عن حارس المرمى منير المحمدي. رائع جدا منير من خلال مباراة اليوم. تركيز كبير جدا بالنسبة للمحمدي والتصدي، لكن أيضا جدا لا زالت مستمرة وقائمة. تسديدة لكن بعيدة تماما عن المرمى عن طريق البديل إلى خارج أرضية الملعب. كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا يا سلام. كرة بمحاولة مغربية ملعوبة مباشرة. جول. هذه المرة أسود الأطلس تزهر في مدرجات المواجهة، ويأتي هدف التقدم الآن. عبد الحميد دي بروين أمامية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع. يا نجمة تغني أطربت السامعين وسحرت الناظرين. نعم، الكرة ملعوبة داخل المنطقة راسية، مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت ولله الحمد. سلامات. مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. بعد ذلك لوكاكو، وكرة لوكاكو إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى. قلت لكم هذا يكون لصالح المنتخب المغربي. أي نعم. فلتهتز المدرجات مرة أخرى وتصرخ الجماهير. ودية من أجل الثاني، مغربية من أجل الثاني. انطلق يا ابن المغرب، انطلق يا ابن الصحراء. المحاولة إلى كيفن دي بروين، إبعاد يأتي عن طريق تروسار، عرضية داخل منطقة الجزاء، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى خلال أحداث اللقاء، أمامية ملعوبة، أسية داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت. حمد الله يا عبد الرزاق، لكن أمامية ملعوبة، مرت إلى ركلة مرمى الآن. أول هدف يسجل مونديال 2002. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا. للتاريخ أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العنيد، في شباك كورتوا. للتاريخ وللذكرى. الله منبت الأحرار في تربتك ينبت ويولد المغاربة متشبعين بالحرية. مشرق الأنوار منك تشرق، والجمال والإبداع. خلاص سطر آخر يكتب في مونديال العرب، فخر آخر
يرسم على صدور العرب، وكلمة أخرى تقال باسم العرب. وفي مونديال العرب يجب أن نتكلم بلسان عربي سعودي، وبلسان عربي مغربي، وبلسان عربي تونسي بحول الله. نجوم أسود الأطلس في هذا اللقاء يسطرون ملحمة في غاية الروعة والإبداع، ويرسمون الفرح في كل مكان.